بيبقى عندي عنصر وليه اكتر من صورة تانية. تمام؟ الصور ديت مختلفة عنه أكيد، بس بتتفق معاه في حاجة واحدة بس، بتتفق معاه في العدد الذري. يا مستر، مش العدد الذري ده اللي خدناه اللي هو رمزه زد ويكتب أسفل يسار؟ برافو عليك. والعدد الذري ده يا صديقي ماله؟ العدد الذري هو عدد البروتونات الموجبة، صح؟ اللي بيساوي عدد الإلكترونات السالبة. يعني قصدك يا مستر إن الذرة دي والشبهات بتاعتها بيتشابهوا في العدد الذري؟ بيختلفوا في ايه؟ في العدد الكتلي. هو العدد الكتلي ده مش كان الرمز بتاعه ايه ويكتب اعلى يسار؟ يا مستر. طيب اذا العدد الكتلي مش كان مجموع اعداد البروتونات والنيوترونات؟ يبقى انا كده فهمت يا مستر، فهمت ان الذره ونظائرها يتفقون في العدد الذري، يعني يتفقون في عدد البروتونات، ويختلفون في العدد الكتلي، يعني يختلفون في عدد النيوترونات. الله عليك، بسم الله، انت اللي شرحت مش انا. يبقى النظائر هي صورة لذرة العنصر، صورة منه. طب زيه؟ لا، مختلفة عنه. يتفقان فين بقى؟ يتفقان في العدد الذري زد اللي بيكتب أسفل يسار. طب يختلفان فين يا مستر؟ يختلفان في العدد الكتلي اللي هو عدد النيوترونات والبروتونات، لاختلاف عدد النيوترون. يعني مش كل ذرة عنصر بيبقى لها نظير، بعض الذرات بيبقى لها نظائر وبعض الذرات ملهاش نظائر. يلا بقى بينا يا صديقي ناخد أمثلة على النظائر. يلا بينا. احنا عندنا نظائر الكربون. يا الكربون ده عنصر الرمز بتاعه سي، صح؟ طيب ادي الكربون ده اهو ليه نظير شبهه ونظير شبهه، فبيسموه كربون 12 وكربون 13 وكربون 14. الله، يعني هو يا مستر ده مش كربون؟ لا ده كربون، والاتنين دولت النظائر بتوعه. طيب هما الاتنين بيتفقوا في ايه؟ لا ده التلاتة كلهم فيهم 6 بروتونات، ادي 6 وادي 6 وادي 6، يبقى كلهم بيتفقوا في البروتونات، يبقى كلهم بيتفقوا في العدد الذري. يبقى الزد هنا زي الزد هنا زي الزد هنا. طب ما تيجي هنا عد كده، الاخضر ده هي البروتونات، 1 2 3 4 5 6. طب هنا 1 2 3 4 5 6. طب هنا 1 2 3 4 5 6. يبقى الكربون ونظائره يتفقان في عدد البروتونات. طيب تعال نعد الاصفر اللي هو عدد مين؟ النيوترونات. لقينا هنا 6. طب 6 و6 12، فسموه كربون 12 عشان عدد الكتل 12 تمام. طب تيجي نعد النيوترونات هنا هتلاقيهم كام؟ 7. 1 2 3 4 5 6 7. طب 6 و7 13، عشان كده سموه كربون ايه؟ 13. تمام. بعد كده هيجي الكربون 14. عد كده 1 2 3 4 5 6 7 8. طب 8 و6 كام؟ 4 هيدروجين، او اسمها نظائر الهيدروجين. بص يا صديقي، اللي لونه احمر ده هو البروتون، واللي لونه ازرق ده يبقى هو النيترون. يبقى اول واحد هيدروجين واحد ده لو تلاحظ ما فيهوش نيترون، خلاص، فتلاقي العدد الذري قد العدد الكتلي. وهنا بقى يا اولاد ما بنسموش هيدروجين، بنسموه بروتيوم. برو يعني عباره عن ايه؟ واحد. يبقى هيدروجين واحد فوق واثنين. خلاص، نخش بقى على النظير الثاني. النظير الثاني اسمه ديوتريو. يبقى 2. يبقى برو يعني واحد، ديو يعني 2، تريو يبقى ايه؟ 3. طيب تتوقع الواحد والاثنين والثلاثة ده عبارة عن ايه؟ ما تيجي نشوف. ده عدده الذري 1، وده هو عدده الذري 1، وده هو عدده الذري 1. يبقى اكيد البرو هو قصده نات خالص. تمام. طب هنا الديو يبقى عدد الكتلي 2. طب هنا خلاص، او التريتيوم عدد الذري كام؟ او عدد الكتلي كام؟